رجع الساعات يا خطيب. فين الساعات يا خطيب؟ يا خطيب فين الساعات يا خطيب؟ فين انت بقى ال 150 مليار؟ 150 مليار ايه؟ 150 مليون؟ لا، مليار ونص. فين؟ فين هم؟ وديتهم فين؟ احنا بقى عايزين نعرف بقى برضو. يعني انت مش بتسأل على الساعات؟ ايه، احنا سلمنا الساعات وسلمنا كل حاجة لصندوق تحيا مصر. انت بقى فين المليار ونص اللي خدتهم من نادي الزمالك، على حس نادي الزمالك، على صفقات نادي الزمالك؟ فين؟ فين عقود اللاعبين اللي انت كنت بتجيبهم وتمشيهم؟ فين عادي امام عاشور اللي انت وديته ميتلاند؟ فين؟ مش موجود ازاي في نادي الزمالك؟ الناس اللي دخلت دي دورت وفتشت ما لقيتش عقد امام عاشور وعقد كذا واحد تاني. فين بقى الفلوس؟ ما قول لي بقى. ما انا طالع اصلي برضو ايه، عشان ايه؟ عشان نخلص من حته إيه اللي فيها تجيبه فيك، انت فاهم؟ فين يا اسطى فين المليار ونص؟ مليار ونص، مليار ونص. ده ايه الفجر ده؟ ده ايه الفجر يا جدع؟ إيه يعني؟ خد فلوس بس مش كده، مش كده. طب خد النص وسيب النص، كله ليك، كله. طب ادفع للعيبه. طيب ادفع للعيبه مرتباتها، ادفع للعيبه مرتباتها. لا، مش هدفع. انا هعرف امشي الدنيا ازاي، ولما امشي يبقى وريني هياخدوا فلوسهم ازاي. فما اسمعش واحد بقى تاني ولا ساعات يعني فاهم؟ هلوشك، هلوشك. تعال نخش الخبر التاني بسرعه عشان مش عايز اطول في الفيديو. محمد صلاح والمينتاليتي. كلمني عن المينتاليتي نص ساعه يا استاذ محمد صلاح بعد اذنك. المينتاليتي بتاعت حضرتك ايه اللي خليك تسيب اوروبا في التوب ليفل، تلعب في اقوى دوري في العالم، بتلعب في التوب فور، في نادي في التوب فور في الدوري الانجليزي، ومحقق ارقام قياسيه يعني، وعديت ناس كتير، ولسه لو كملت شويه هتبقى حاجه يعني في ليفربول، حاجه يعني ما حصلتش. لو قعدت شويه وكملت على اللي انت فيه ده وجبت جوان شويه هتبقى الهداف التاريخي لليفربول مثلا. اللي محمد صلاح هيتعمل له عقد ان هو يبقى اغنى لاعب في العالم. يعني ايه؟ يعني ايه العقد ده؟ يعني مش فاهم. يا عم رحت السعودية وخدت فلوس اكتر من كريستيانو رونالدو، وبعدين يا صلاح، وبعدين ايه الانجاز في كده؟ يعني انا عايز افهم فين الانجاز يا منتاليتي يا اللي فشختنا ميتين 10 سنين بتتكلم عن المنتاليتي وعقليه المصريين وعقليه اللعيب المصري فين يا عقليه يا منتاليتي؟ فين اصل انا متغاظ قوي يعني، متغاظ قوي. ما تطلعش بقى تعمل لي فيها ان انت نجيب محفوظ وانت اصلا عادي هتشوف الجنيه لا هتغير رايك. فما تعمليش فيها بقى، ما تعيش في الدور والنبي يا محمد مش محمد كمان، محمد. انت محمد صلاح، انت كده محمد صلاح، مش محمد صلاح، لا انت كده محمد. فل عليك يا محمد، احلى مسا عليك انت واتحاد جده يا زميلي. ورينا بقى هتعمل ايه هناك. المندي حلوه، اكل المندي والحاجات، هتبقلص هناك وهتكبر والكرش هيطلع وهتبقى ليله وهيبقى شكلك يونس الشلبي، حاجه يعني حاجه جميله. اقسم بالله اكتر خبر سمعته مضايقني ان صلاح هيسيب الدوري الانجليزي ويروح يلعب في الدوري السعودي بصراحه يعني. تعالوا نتكلم في اخر موضوع. انا ما رضيتش اخليه ده اخر موضوع عشان ما اطلعش متعصب، عشان انا عصبي حبتين 3 4. اليانز ارينا، الشركه بتاعت اليانز ارينا اللي عملت ملعب بايرن ميونخ، خلاص خلصت الاتفاقات مع النادي الاهلي ان هي اللي هتعمل الاستاد الجديد للنادي الاهلي، بس هتبقى هي اللي هتختار اسم الاستاد.
مقابل كام يا عم راضي؟ مقابل من 200 ل 250 مليون دولار او يورو، حاجه كده مش فاكر يعني دولار ولا يورو. من 200 ل 250. عد بقى انت بقى على الآلة الحاسبة بقى وشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي. عد. تمام. فانا قلت اختم بالخبر الجميل ده. و... فين المليار ونص يا مرتديلا؟ مرتديلا رجع المليار ونص. مفيش ترجيع يا باشا، مفيش ترجيع والله. معلش يا زملكاويه، نصب عليكم. يلا احلى مسا عليكم. سلام.